السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في البدايه كلنا بنصلي على الرسول. النهارده بنعمل مع بعضينا اكله اول مره اعملها، وهي اكله فلسطينيه. هتبقى اسمها المسخن الفلسطيني. هي بتتكون من فراخ وبصل وبهارات وعيش طابون، بس احنا ما عندناش عيش طابون، بس هنستعمل حاجه تانية. اول حاجه الفراخ بتاعتنا طبعا احنا غسلينها كويس جدا، وهنرش عليها شويه ملح، فلفل اسمر، قرفه، وهنسيبها بقى ايه شويه كده تتبل مع بعضيها، وهنرش عليها شويه زيت زيتون. بسم الله. هنسيبها بقى كده شويه. الشغل بقى كله هيكون في ايه؟ معانا طبعا ايه؟ بصل، بتاع كيلو بصل كده احمر، عشان هي حلاوتها في البصل الاحمر. وهننزل بيه في الحله بتاعتنا. بسم الله. طبعا معاه كميه زيت زيتون كبيره، بتاع كوبايتين مثلا كده. بعد ما حطينا كميه الزيت دي كلها، هنروح بقى على النار مع بعضينا، وهنحط بقيه بهاراتنا مع بعض. طبعا احنا رحنا على البوتاجاز دلوقتي البصل مع زيت الزيتون. طبعا الدنيا معايا جامده جدا بقى في العياط من البصل، معلش وهيتعبكوا شويه، بس حقيقي طعمها جميل جدا. انا جربتها عند صديقه ليا، فقررت ان انا لازم اعملها لكم على القناه. هو ده بقى ايه شكل الصماء معانا. دي بتلاقوها عند العطارين الكبار، وفي منها اكياس وفي منها سايب. هنبدا بقى نحط مع بعضينا ايه؟ ورق اللوري وحبهان، ودي بهار فراخ، وهنحط الصماء. دول 3 معالق كبار. هننزل بقى الفراخ بتاعتنا المتبله. بسم الله. انا مقطعه الفرخه على 8 قطع. ليه بقى؟ علشان اولا لو ما حدش قدر يكمل الحته بتاعته، انا دايما لما بعمل فراخ بحب اقطعها على 8، لان الربع مش بنقدر نكمله، وفي نفس الوقت بيبقى شكل القطعه حلو. ولو حد عايز تاني، طبعا بننزل الصوص بتاع هنا. لو حد عايز تاني فراخ بياخد، لكن لما بحط الربع فرخه ما بتاكلش بصراحه. فعشان كده ايه؟ بسم الله نقلب. عشان كده انا عملت ايه؟ الفرخه على 8. كان معايا هنا ايه؟ عصاره ليمونه، هي كانت كبيره حلوه، ما رضيتش اعمل 2 بس كده. هعمل ايه بقى؟ هوطي النار وهغطي عليها لغايه ما فراخنا تستوي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا. ريحتها جميله جدا بصراحه، وشكلها كده ايه، يعني هتشوفوا الشكل النهائي معايا اكيد. هنوطي عليها بقى خالص النار، وهنسيب الفراخ تستوي مع نفسها كده، وهتنزل ميتها وتسوي نفسها بنفسها. لا اه، بصوا بقى المنظر. هي كده استوت الفراخ خلاص. هنطفي عليها، وهنبدأ ناخد ايه قطع الفراخ. بسم الله. هنرصها في صينية كده. هندخلها بقى ايه الفرن، وهنروح نشوف هنعمل ايه مع الباقي. حبايبي الفراخ بقى في الفرن زي ما قلنا، ودلوقتي احنا جايبين عيش لبناني، لان طبعا ما عندناش العيش اللي هم بيستعملوه. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ العيش الرغيف، نمسك رغيف رغيف ونطبقه كده ونعوصه، نغرقه خالص كده. ممكن بالطريقة دي، ممكن بالطريقة التانية. ونحطه في صينية. تمام. نبدأ ناخد ايه من البصل الحلو بقى ده بتاعنا. بسم الله. ريحته جامدة جدا. نحط بقى ايه الطبقات العيش اللي احنا عايزينها بمزاجنا احنا بقى، على حسب عدد الافراد وعلى حسب ما هتاكلوا تحطوا ايه طبقات العيش. بسم الله. ادي منظر الفراخ بعد ما طلعناها من الفرن. هنبدأ بقى نرصها على الوش كده. بسم الله. ده بقى انا هعمل لكم بيه حاجة تانية. هندخله بقى ايه في الفرن، وهنشوف شكله النهائي ايه. هو بقى ده الشكل النهائي للمسخن، ويا رب تجربوه هيعجبكم جدا. حبايبي ادي بقيه الفراخ انا قطعتها كده زي الشاورما حتت صغيره. حطيت البصل في مصفى بحيث ان يصفي كل اللي فيه. هنبدا نحط هنا كده ايه كام معلقه عليه، نحطهم كلهم،
ودي طبعا بقيه الشوربه ممكن نعينها نطبخ بيها اي حاجه، لان طبعا كلها بتاعت البصل والفراخ مع بعضها. هنحط هنا شويه سماق، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. هنعمل حاجه كويسه جدا، هنعمل ملفوف المسخن. طبعا انا هنا العيش اخدته وفتحت الرغيف، فتحته ايه كده من بعضه. هنبدا بقى نلف مع بعض ونحطه في الصينيه. نشيل ورق اللوري، حبايبي ادي طلعت الصينيه من الفرن. طبعا هتتشال كده، بس طبعا دي محدش هياكلها دلوقتي لان احنا الحمد لله بكره باذن الله نتغدى بيها. ده بقى ايه الرول بتاع المسخن. ما تنسونيش بقى في لايك شير كومنت ظريف من اكل ودردشه ام كريم.